ديالنا اليوم. تعرفوا دارت عند العيالات، دارت هذاك المشروع النسائي كانوا يديروا العيالات، ولكن كان واحد الوقت شهر هاد دارت ومن بعد ما بقاتش هاد دارت، لانه بقاو في هذيك الحراميات يتقوا لي ببعضياتهم وهذه تيهزوها ويطلقوها وهذه كذا كذا كذا. دارت هما واحد المجموعه ديال العيالات تيكونوا من حومه وحده او معارفين بعضياتهم وتيقولوا اجي نديروا دارت هي غادي ندفعوا مثلا 100 درهم في الشهر او 100 درهم في الاسبوع حسب القوه الماديه ديالهم. 100 درهم نديروها تيجمعها مره واحده، مثلا حنا 10 العيالات وتنجمعوا 50 درهم باش نبسطوا الامور. 50 درهم تتولي 10000 ريال، ديك 10,000 تنجمعوها تنعطيوها لوحده تمشي بها تعطي بها تقضي بها غرضها، عاوتاني نجمعوا وتنعطيو لهذا نعطيو لهذا. شويه دخلوا عيالات اخرين مع هاد العيالات اللي كانوا مساكن في الاول بداوا على الامانه والصدق، ودخلوا عيالات اخرين اللي ولاو كما تنقولوا قوالبيات، ولات شي وحده غير تشد ديك 10,000 ريال 20,000 ريال وتيقول لها زيد نكملي واختي انا ما بقيتش نكمل، انا ما بقيتش، انا مزيره من الراجل قال لي وهذا ما بقيتش نكمل معاكم. تيبغيو يتخاصموا، لا زيدينا ما زيدينا كذا ما كذا. وتنعرف واحد العيالات واحد النهار كانوا تيديروا 500 درهم في الشهر. الاولى اللي شدتهم واحد خيتي، هي الاولى شدات الفلوس تخاصمت معاهم، غير شدات الفلوس تخاصمت معاهم، وكانوا يبغاو يدعيوها في الكوميساريه وجاو عندنا الكوميساريه، جاو عندنا العيالات عرفتيهم ماشي شي 8 ولا 9، قلنا لهم خرجوا تخليو غير 3 يدخلوا، غير 2 يدخلوا، خرجوا نتوما برا. اشنو كاين؟ اسيدي كلاتنا دات لنا فلوسنا 10,000 ريال الوحده، شفاره ما شفاره. قلنا لهم ودي هذا القانون عندنا دابا لا في المسطره الجنائيه ولا في القانون الجنائي، وكاع ما شفنا شي ما عندناش شي فصل يعاقب هذه القضيه هذه، لان هذا النوع من البنوك اللي درتو راه غير معقول. هذا البنوك وغير معترف بها. هذا النوع ديال البيع والتجار بعضياتكم وهذا الشيء درتو النوع ديال الادخار غير معروف، غير مقنن، ما يمكنش نديروا معكم شي حل. ايوا ودابا صافي، اللي بغى يسرق واللي بغى يدير شي حاجه يديرها، عطينا 10,000 ريال الوحده وزادت فيه. قلنا حنا قال لي المعلم السي خراز وانا كنت في الدائره، سدعي ديك خيتي شوف واش غادي يقول لك وكذا وكذا وكذا. سدعينا هذيك السيده جات واحد المراه كل شيء فيها باينه فيها كذابه وبوحاطيه وخايبه وغالبه راجلها. انا عرفتها غالبه راجلها، حيت هي من دخلت هي وراجلها يلا بغى يهضر، قالت لي سكت لا خلينا نهضر مع الراجل، سكت لا خرج الله يرحم بك على برا. اسيدي يقول لي خرج قلت خرجت، قلت له انا خرج الشريف خرج. قال لي لا غير نشرح لك السي خراز الله يكثر خيرك، وقلت لي خرج ولا مسكين هو ورايا تيدير لي راه مطوس هذه. لا ودي اخرج دابا خرجي، تيقول خرج غالبه راجلها. وقلنا لها انت واحد العيله جمعتي مع 10,000 ريال في هذا وجمعتي خديتي الفلوس كامله وما بغيتيش تكملي معاهم. اسيدي مزيره عندي الديون وراجلي مريض والبنت عندي مريضه وكذا، انا مزيره. قلت لهم انا مزيره خليوني تال من بعد. قلت لهم ودي دابا خديتي هذيك فلوس كامله كنتي تكملي معاهم تعطي منا غير 10,000 ريال باش يكملوا العمليه. ما عنديش، انا تزيرت انا صافي، ياك دعاوني ونخزن ما بواحد. وقت دابا راكي كذبتي عليهم، دابا راه هزيتيهم وطلقتيهم. قال لك هذوك راه شفارات وهذا راه قمر اسيدي. انا سولت عليه قال لي هذا قمر، سولت واحد الفقيه قال لي هذا الشيء تديروا راه قمر. من بعد قمر تشدت هي. عندي واحد العين مريضه ودابا نعاود لكم واحد القصه ديال العين هذه، بلاتي نعاودها لكم راه مهمه من بعد. قالت هذا راه قمر. انا سولت الفقيه قال لي راكم تتقمروا. قلت لهم انا بصراحه ما نبقاش نقمر. قلت له رديني فلوسهم، شهرت لي فلوسهم، ورثت اللي فات عطيت 10,000 هزتهم وطلقتهم. وبداو بحال هاد المشاكل تيتعرفوا، وبداو الناس يدعيو الناس في المحكمه في كوميساريات كذا حتى الناس فاقوا بهذا العمل هذا وكعزوا اللور. يمكن باقي تيديروا شي ناس عائله بعضياتهم، الاخت مع اختها مع عمتها مع كذا. اما العيال ديال الدرب ولا الصحابات ولا كذا حيدوها، لان ديما وحده تجمع معاهم بحال خيتي هذه. المهم كانوا واحد جوج عيالات، كان راجلهم جوج عيالات الرجال ديالهم شويه لاباس عليهم تيبيعوا ويشريوا هذا، وجوج عيالات اتفقوا وقالوا بو على نديروا حتى حنا نديروا دارت ونجمعوا شي عيالات من الدرب ونديروا شي قدر مادي في الشهر كذا ونتوكلوا على الله.
اختاروا عيالات اللي هما ميسورين، عيالات اللي لاباس عليهم، فلان لا باس عليه، فلان لا باس عليه، فلان لا باس عليه وكذا. وداروا عندهم كل وحده تدخل عندها تقول لها ديري معنا دارت، راه 20,000 ريال في الشهر باش تجينا بزاف. قد ما اجتمعنا تعرفي 20,000 ريال، الا كنا غير 5 راه غتجيك 100,000 ريال، ولا كنا 10 راه غتجيك اكثر، غتجيك مليون ولا كذا وكذا وكذا وكذا. وحده تطمع وحده، وفي الاخر اتفقوا. هادو جوج عيالات اللي بداو العمليه كانوا رجالهم لاباس عليهم كما قلت لكم، كانوا ميسورين، وكانوا هاد جوج عيالات عندهم نيه صادقه. بعد البحث اللي دار في هذه القضيه هذه عندهم نيه صادقه، ما كانش عندهم شي نيه اللي هي غادي يتفلاو ولا غيديروا شي حاجه. ودبروا على واحد المجموعه ديال العيالات، دبروا تقريبا واحد 8 العيالات باش كملوا 10، واتفقوا كلهم هاد العيالات هادو، هاد 10 العيالات اتفقوا باش يعطيو 1000 درهم في الشهر. وقالوا شكون اللي غتاخذ هاد الاولى وشكون اللي غتاخذ الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. كما تيقولوا داروا كسكسو، حطوا يديهم فوق الطعام وقالوا حنا شفنا الطعام، واللي غلط فينا راه كذا راه كذا، يخرج فيها الطعام وهذا وهذا وهذا. بكري كان تيخرج الطعام، شي واحد دار شي حاجه بكري كانوا الناس الا كلاو الطعام وشاركوا الطعام تيقول لك حق الطعيمه اللي مشاركين، تيحلفوا بالطعام، واللي دار شي حاجه يخرج فيها الطعام راه يخرج فيه. وكنا تنسمعوا والدينا راه خرجت فيه الطعام، راه شارك معاهم الطعام وخرج فيه الطعام، واللي سبحان الله غادي يخرج فيه لا الطعام لا مولي يبغي. يلاه الواحد تيخرج فيه شي كاميو يضربوا شي طوبيس لا كان فيه الحراميات، اما الطعام كان بقى تيخرج. اللي مشرك معاه الطعام وجمع معاك، هو تياكل معاك في الطعام، تياكل معاك وتيغمس صاحبه تيدير له خدام تيبلاني ليك. الزمان اخر هذا تفهموا. وبدات العمليه ناجحه، ولكن بعد العيالات بداو يكحزوا اللور، ما بقاوش قادين لا 1000 درهم، وخرجوا بدون مشاكل، خرجوا بلا مشاكل. لما خرجوا واحد 4 ولا 5 الاخرين اتفقوا باش يوقفوا هذه العمليه هذه، لانه ما نجحت شيء، ولكن حتى وحده ما خاسره، تقريبا حتى وحده ما رابحه، وخرجوا بحالاتهم. بقاو دوك جوج الصحابات اللي الرجال ديالهم لاباس عليهم تفكروا وقالوا اجي دابا حنايا درنا هذه العمليه ما صدقاتش، علاش ما نبقاوش نجيبوا الثوب من الدار البيضاء ومن الشمال، ولا مشينا كاع لتركيا ونجيبوا الثوب، ولا الامارات كاين اللي يجيبوا لينا ونقلبوا ونبدا نبيعوا الثوب اللي غالي وندير منه فلوس وكذا 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 وكذا. تم الاتفاق على ذلك. بداو هاد العيالات تيجيبوا الثوب وتيجيبوا بعد حوايج تيهموا العيالات، الجواهر ديال هذا وكذا، وتيبيعوا. وتمشات القضيه اليوم، حتى واحد النهار واحد المراه دخلت معهم على الخط وقالت لي ما ودي دابا حنا تنشريو الثوب وتنديو الخياطه، والثوب غالي، هذه خياطه تتصاوبوا مزيان، هذه خياطه ما تتعوجوا ما تطرش ليه، هذا خياط كذا كذا، علاش نتوما دابا درتوا هذا المشروع وما ديروش واحد القضيه؟ علاش ما تشوفوش شي خياطه تكون مزيان عزلوها وبقاو يقولوا للناس هاد الثوب وشروا من عندنا وها الخياطه ديالنا، وتربحوا مع الخياطه وتربحوا مع الثوب. شوفوا خياطه، كاين خياطات اللي بزاف مشهورين، سيروا عند وحده جلسوا معها، هضروا معها، ديروا معها. بداو في هذا المشروع الثاني، واتصلوا بواحد الخياطه كانت مشهوره في البلاد، امراه معروفه وتعرفوها الناس وصنايعيه مزيان. اتفقوا معها، قال لها ودي حنا غادينا واحد شويه تنقصينا في الثمن، ولكن بغيناك نجيبوا لك الكليان ديالنا اللي تاخذوا الاثواب من عندنا، حنا تنبيعوا اثواب غاليه ما خصهاش تخسر، ونجيبوها لك انتيا وديري هذا وديري الملح في الطعام كما تيقولوا، تكون الامور مزيانه. هاد العمليه نجحات، ولاو تيسافروا وتيجيبوا الثوب وتيجيبوا من المغرب وخارج المغرب، وتيجيبوا الثوب مزيان وتيجيبوا الخياطات او تيجيبوا الخياطه. ديك الخياطه لما تجي شي مرة تشري تيقول راه كاين الخياطه ديالنا، تيشدوا المراه اللي شرات الثوب تيدوا عند الخياطه ديالهم، وديك الخياطه ديالهم تتصاوب لهم الثوب وتتقادوا وتتصاوب لك الحوايج اللي بغاو. وكانت ديك السيده ناجحه في الخدمه ديالها، ومراه حريفيه عارفه شنو هي الصناعه التقليديه، وكانت مراه معلمه كما تيقولوا معلمه. ولكن كانت هذيك المراه عباره على واحد السيده مطلقه وما عندهاش ولاد، وكانت هذيك السيده زوينه. هذيك الخياطه كانت زوينه في وجهها كما تيشهدوا العيالات اللي تعرفوها، كانت زوينه في وجهها وكانت معروفه وكانت داخله سوق راسها كذا. وما اكثره الحمد لله عندنا في المغرب العيالات اللي طلقات او كذا اما مجوجات شيء وحريفيات وتيكونوا زوينات في وجههم الدار ديالهم، ولكن الشات ديالهم قارهم.
بحال هاد السيده كانت معروفه بهذا الشيء هذا، وعليها هما عزلوها على اوصافها ومهنتها وكذا وكذا. المهم داروا هما واحد المحل، صابوا واحد المحل في واحد الفيلا ديال وحده فيهم، صابوا واحد المحل يستقبلوا فيه العيال اللي بغاو يشوفوا التوب. ما كانوا العيال الاول تيدخل عندهم الدار لداخل، وسط بيتهم لداخل، في فراشهم لداخل، في الصاله ديالهم لداخل، ولكن قالوا بون ملي جات يدي خبارنا كما تنقولوا اجي نديروا واحد المكان خاص. داروا واحد المكان خاص، خرجوا من واحد الجرده وقادوه وداروا زوين بالجال بداكشي، وتحطوا فيه الاتواب مستفى بحال حانوت، ولكن حانوت كما تقول بريفي خاص، ما محلوش للعامه، محلو غير الخاصه العيال اللي تعرفهم تيجيو عندهم ترحبوا بهم، تيدخلوهم تيجلسوهم تيعرضوا عليهم داك الثوب وكذا وكذا وكذا، حتى ولاو تيعيطوا على الخياطه تتجي لعين ما كان تجي باش تشوف الثوب. او مومون السيده تاخذ الثوب تما تبدا تهضر معها على النوعيه والخياطه، اش غنديروا، واش غنديروا هذا باب كذا، غنديروا تعرفوا الخياطه فيها بزاف ديال الاسماء ديال الخيط ديال البرشمان ديال هذا انا ما تعرفش داك الشيء هذاك، ولكن زوين دوك الاسماء تنسمعوهم الناس ديال الصناعه التقليديه والخياطين لما تنكونوا معاهم غنخيطوا شي جليبه ولا شي حاجه، غندير لك هذه بالبرشمان، غندير لك هذا بالبلدي، شي اسماء زوينه وقديمه وعتيقه، والحمد لله في بلادنا مازال غتبقى ان شاء الله نتمناو. وتجيك الخياطه عندهم ولات ماشي تيمشيو عندها، ولكن هي ولات تجي وتدير الكليان من عندهم، وتتفقوا كلهم العيالات تتفقوا مع ديك المراه اللي شرات الثوب، كون درتي هذه غتجي ما احسن، وهذه غتجي اختها، وغتجي غادي داكشي مزيان، وبقات الامور هذا هكاك، ولات الناس تعرفهم تيجيو عندهم. راجل وحده فيهم اللي في دارو كاين داك المحل فين داروا العرض ديال الاثواب ديالهم، جا شي مره جوج ثلاثه شاف ديك الخياطه، شافها بقى تيدير البحث عليها من تحتها، تيسول مراتو بلا ما يقول لها ان كاين واحد النوع ديال الاسئله عندنا تاعنا في البوليس وفعلا بعض الناس يعرفوا يسولوا بطريقه اخرى، بحال دابا تيجي عند مراتو تيقول لها هاد الخياطه هادي ماشي مرض داك الجدالي اللي عنده داك المحل ديال الثوب ليه؟ لا ماشي شتو واحد النهار تقول لي لا ما مجوجاش مسكينه هذه كاع، اللي مطلقه مسكين ما مجوجاش، هو هادشي اللي بغا يعرف. هاد الخياطه هذه ماشي اختها، هي عندها واحد الخياطه عندها اختها، تما عندهم اشنو سميت هاد السيده، تقول ليه الحريزيه، ماشي اخت الحريزيه ديك اللي عندها كذا، لا تقول لي لا ماشي اخت الحريزيه هذه راه اختها هذه راه كذا كذا. حيت الحريزيه مزوجه واحد صاحبي، هذيك الحريزيه ما تجيهاش، لا ما تجيهاش وصافي. هذه يمكن هذه تنعرفها الله تعرفها، شتا واحد السيد في دار الضو تنعرفو دريس بولد يمكن راجلها هذاك ولا الله اعلم، تقول لا ماشي راجلها هذاك ما مزوجاش، ما مزوجاش، هو تيدير اي البحث وصلوا ديك الطحرميه اللي به وصلوا. واحد السيد تعاود لي واحد السيد بغى يدوخ مراته ويتعيق به، هي عايقه به، عنده علاقه مع واحد السيده فرمليه في واحد كلينيك. واحد النهار ما قدش تقولها ليه، واحد النهار جبدات معاه الهضره، وقالت ليه هاد الفرمليه هذه اللي ساكنه بجنبنا هنايا في العماره ديال الشوكه، قالت لي عرفتي هي وخوها اليوم تشادوا في الزنقه، كانت هذه كدابس مع خوها، تشادوا في الزنقه زدنا من تما يا ربي تستر، عرفتي ما هي وخوها بحال تقول ماشي خوها، هذاك الهضره اللي تيخرج داك الهضره اللي تيقول. قال لها شكون الفرمليه؟ قالت لي هذه اللي في الشوكه ساكنه. قال لها الفرمليه اين الشوكه؟ وقالت لي ما عرفت ما تعرف انا الفرمليه، عرفته بغى يبقى يمزقزاقي، قالت لي وما كاين لا فرمليه لا هذه لا هذيك، ما عرف والو، ما عرفش الفرمليه، ما عرفش الشوكه، ما عرفش العماره، ما عرفت حاجه، صافي اخويا انا ما عرفاش، انا ما عرف لا فرمليه لا والو. قال لي مالك تتغوتي مالك؟ قالت لي تنهضر معاك، قلت لك الفرمليه اللي في الشوكه، قول لي عرفت الفرمليه اللي في الشوكه، تقول لي اين فرمليه في الشوكه؟ قال له انا ما عرفت شكون الفرمليه اللي في الشوكه. قالت له اسكت الله يهدينا، وتعاودها لي مسكين واحد نهار في القهوه، وقال لي عاقت بيا اخي عقدت. قلت له واش درتي؟ وقال لي بقيت تنجبه تنقول لها اش من فرمليه ما فرمليه، وقلت لها بعد راسك صافي حصلتي بعد راسك. وقتك سيدي اش دار هو؟ بقى غادي في البحث ديالو، وبقى غادي بداك الخطه ديالو،
حتى عثر على عرف المحل ديال ديك الخياطه، هو يمشي عندها. السيد ميسور طومبيل مزيانه، راجل شاد راسو وباقي كما تيقول باقي فيما يدار. تعرف معها، مشى تعرف معها وقال لها انا بغيتك للجواز. انا تعرف مرتك ومرتك خياط تتبيع الثوب وصاحبتي وكلياله ديالي. قال لها انا ما غنتفرقش معاك، انت مطلقه وانا عندي حقي نتزوج، وراه الشرع ما تيمنعش ما نتزوج، وراه تزوجوا اثنان وثلاثه مثنى وثلاث ورباع وماشي شغلها فيا، وانا قاد بك السكنه ديالك غتكون بوحده معزوله، غندير لك الفيلا ديالك راسك، ماشي شغلها فيك، ماشي كذا. صافي انا بقيت غير انا وياها، الدراري كبروا والمراه كبرات وكذا وطاطا. بقى شاد في ديك السيده مسكينه، وديك السيده كاع ما داخله في هاد التخربيقه هادي، هو بقى متشاد معها. كان داك الوقت كان واحد الوقت ما قبل ما يتقنن ديال هاد القوانين اللي ولات مدونة الأسرة والتعقيدات اللي كاينه، وهذا الشيء ماشي تعقيدات ولكن قوانين اللي عطات حقوق المرأة بالضبط وبزاف، واللي المرأة عندها حق، هي اللي تعطي الرخص ديال التعدد، وهي اللي في يديها باش الراجل يتزوج ولا ما يتزوجش، ماشي كما كان بكري. في هذا الوقت اللي وقع هذا الشيء هذا كان الراجل تيسمعوا راه تزوج فلانه، تيمشي الطافتي ديال الكاغي تيزيد من ليه، وهذا الشيء اللي وقع. مشى تزوج مع ديك الخياطه ودار بها الكاغي، وبقاو ساكتين. بقات الخياطه ضربها بسكته، واخا تجي تخدم مع هادوك ضربها بسكته. حتى لواحد النهار دوك الجعيله الصحابات لاحظوها بانها حامله. قال انت حامله؟ قالت لهم حامله. شحال عندك دابا 4 شهور؟ ايوا درتي ارسك بلا خبرنا. وقالت لهم اختي انا الراجل تزوجت بي ما بغى لا صداع لا كذا لا كذا. الصراحه عنده مراه اخرى، وديك مراه اخرى ما تفاهمش معها، وقال لي غنتزوج. قالت لي سير تزوج، هو اللي قال لي سير تزوج، سير. قالت لي مرتو سير تزوج، ومن قالت لي مرتو سير تزوج المهم انا خديته وتزوجت بيه، واش انا غنبقى هكا؟ وتزوجت بيه. المهم داير لي محالي وجالسه ومرتو راه في محلها وكذا وكذا وكذا. وشكون هذا اش تيدير؟ وهو اختي منصيني تيقول لي ما تهضري مع حد، ما تعاودي لحد، ما باغي شيء، رجل اعمال ولاباس عليه وعنده شهره في البلاد، ما خاصو صداع. قالوا واخا ما كاين مشكل. بقات السيده تجي عندهم حامله 5 شهور 6 شهور اللي عندها في البطن ديالها، قربت تولد. وهي تخرج واحد خايتي جات عند ديك المراه، قالت لها هذيك اللي راجلها تزوج، قالت لها قولي لي راجلك تزوج عليك؟ قالت لها لا، حيت هاد الخبارات ما تتخباش، هادشي كذاب وكتخباك بحال هادشي هذا، راه ما تستر وتحصل كيما وقع هذا. قالت لها راني كنت فسله دايزه، وهي تبان لي الخياطه معاه. قالت لها شكون الخياطه؟ الخياطه اللي تجي عندكم هنا، بانت لي معاه فسله. هذا هي وياه، ودار زعما فولا راه صحابني ما نعرفهاش، وانا شفتها وتبعتهم بقاو غاديين بجوج تا يهضروا، ودخلوا مع دوك الدروبات سلا بحال جاب لي الله ساكنين تما ولا شي حاجه. قالت لها واش متيقنه؟ قالت لها متيقنه، راجلك ما عندوش طوموبيل كذا كذا زرقاء وديرها هكا هكا. قالت لها راه هو. المراه سمعت هاد الاخبار، قالتها لصاحبتها هذيك اللي تجي معاتو، ديك صاحبتها قالتها لبنتها. اجتمعت واحد اللجنه لجنه اديبيه، اجتمعوا واحد اللجنه فيها استعلامات العامه وفيها لا ديستي ديال العيالات وفيها المخابرات، واجتمعوا. وديك المراه شكات على ديك الجمعيه اللي جمعات، قالت لهم شوفوا اش دار ليا ودابا راه كذا كذا. قال لها شوفي معليش الشيطان ما ديري والو، خلينا نتيقنوا، حنا كنا غنتعاونوا عليه، ما تقولي لي حتى حاجه وخلينا نتيقنوا صافي ريحي الله. وهي متبعه الراجل، تيجي في الليل تيقول انا معشي ما بقاتش، شربت غير واحد الكاس ديال الاتاي وقف لي هنايا خليني نتكا، انا عيان الصباح نايض بكري. هي متبعاه، انا غدا راه ما غنجيش، عندنا شي بريكول بعيد غادي ان شاء الله نمشيو 3 ولا 4، نجي حتى الخميس. متبعاه طالقه عليه، طلقت عليه وطلقت عليه صحاباتها، ما يتاكدوا بان السيده مزوجه به والسيده حامله معه. هذيك المراه قالت لهم ما ديروا لها والو، ما نديروا لها حتى حاجه، ما غنخبروها، ما غنديروا لها حتى شي حاجه، حنا غنعرفوا كي نديروا لها. قالت لها اش غدير لها؟ قالت لها ما انا عارفه اش غندير لها.
شوفوا زيدوا نتقربوا منها مزيان، نديروا ليها هي وديك صاحبتها تتفقوا، قالت لها نقول لها تمشي للحمام معانا، نقول لها حنا بغينا نفرحوا بك، انت عندك دابا الدري عنده 6 شهور ولا طاب 7 شهور، صافي الدري راه فلت ان شاء الله يكون ولد ولا تكون بنت، ماشي شغلنا، حنا بغينا خدمتي معانا ودرتي معانا وكذا، بغينا ندير لك واحد النار ديال الحمام وندير لك واحد الحنه في يدك وفي رجليك ونديرك. البنت مدات ما جابت، قالت هادو اللي فرحانين بيا إذ ما عاقلينش بيا، هي لان شنو كتقول؟ هي كانت تقول انا ما نهضرش ما نديكلاري شيء وما نهضرش بهذا الشيء، هذه المصيبه اللي وقع ليا حتى نولد. لما نولد ويولي عندي ولد تولي عندي واحد الحمايه قانونيه، ديك الساعه انا بغات تفضح نقول لهم انت والده معاه وانا والده معاه، مالك انت تجري وانا نجر، ولد معايا ولدو هذا هو وها الكاغيط، وديك الساعه اللي بغا يوقع. هادشي اللي كانت تفكر هي، ما عرفتش بانه عاقوا بها وساقوا لها الخبر، ومشات معاهم ديك الزرقاء اللي زلقوها وقالت لهم واخا نمشي معكم للحمام، ومشات للحمام، مشات معاهم واحد النهار للحمام وداروا معاها باش يمشيو الصباح بكري، قالوا لها الصباح بكري تيكون الحمام خاوي وانت حامله ما خصكش الزحام، ما خصك هذه من هذه، وديك اللي غتنقش لك يديك راه تسنانا هنا في الدار ان شاء الله، يلا للحمام. داو الحمام. هذيك السيده مرت داك خينا مراتو تكلفت بواحد المهمه، جابت معها واحد البواطه للحمام دايره فيها الحنه، العروسه وبعد العيالات حسب معلومات اللي تنعرف انا اللي سمعت من العائله ديالي تيديو الحنه للحمام، اي تيطلعوا بالحنه كاملين واحد الوقت، تيطلعوا الحمام كامل بالحنه وتنشفوا واحد شويه وتيغسلوها، تيقولوا بانها تطرد اللحم بيض ومزيانه للجلد وكذا كذا كذا كذا. هذيك السيده جبدت لها ديك البواطه ديال الحمام ديال الحنه وقالت لها هاري بعدا ندوز عليك الحنه نطلق بالحنه، وهي تنوض وهي تكب ديك الحنه وبقات تطلع طلعت لها رجليها، طلعت لها يديها، طلعت الدرعين ديالها، تطلع لها عنقها، تطلع لها هذا، تطلع لها وجهها كذا 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 حتى كملات. دات السيده واحد القسم وهي تبدا تغوت، عتقولي كذا، تقول مالك، عتقولي يدخلوا الطيبات مالك، وهذا تحك كبوا عليها الماء، كبوا عليها تزيدوا كبوا عليها الماء سخون باش يحيدوا داك الشيء، والمراه عاد تزيد تغوت. اي ان ديك الماده اللي داروا في الحنه، وهذه الماده انا عرفتها لان قالوها لي، ما كنتش نقولها انا هذه الماده هذه لان ربما شي وحده عاوتاني تستغل تمشي دير شي وحده ولا دير شي مصيبه هذا ويقولوا هذا من اختراع الخرازه ودبرنا في هذا الحنه المسمومه، نوليو في صداع. دارت كان كبوا عليها الماء وداك الشيء وبقات يقولوا مالك تي مالك، الحمام بدا يتنفخ بدا داك الشيء، ولاو لبسوها راه ما جاتش معك الحنه، اختي راه عندها الحساسيه، ما عندها الحساسيه، لبسوا المراه عيطوا للامبولونس، ما عيطوا للامبولونس، مول الحمام قالت لهم عيطوا للامبولونس، السيده خلاتني انايا، فين غديوها؟ كما تكون فين ديوها؟ لا غنديوها حنا مكلفين بها، لا الامبولونس تجيو على حتى البوليس، حنا ما نرى هذا الصداع هذا. عرفتك الحنه، ديك المراه فايقه مول الحمام، عرفتك اتصلت الحنه لهنايا، خداهم من عندها تلقيها لهنا، فين هي؟ راها لهنا. عيطت السيده على البوليس، جا البوليس، جات الامبولونس داو السيده. شكون جاب هاد الحنه؟ هذيك السيده جوج عيالات، وحده فيهم اللي ما دارت والو قال لهم ها اللي جابتها، هي اللي قالت لكم طلعوا بالحنه، انا ما عرفاش شنو جايبه فيها. تاكد من بعد بان ما عرفاش شنو جايبه فيها، تاكد من بعد بان ما عرفاش لانها فلتات، لان بالبحث مع البوليس، من بحث مع النيابه العامه، من بحث مع قضيه التحقيق تبينت بان هي ما عرفتش الحنه. هذيك خيتي الاخرى تقول لها غير الله معايا وسكتي ماشي شغلك، ما قالتش الحنه فيها وفيها. حتى اخرى اعترفت قالت ما بغيتش نخبرها، خفت ما تبغيش ليا. داو السيده الطبيب تيقول هذا شي حاجه مسمومه، هو يقول لا يستبعد تكون الماده اللي قلت لكم. داو السيده الشرطه القضائيه دخلوها ودخلوا ديك السيده اخرى. عاودينا انتيا كيفاش وقع هاد السيده هادي؟ علاش ديتوها الحمام؟ قالت لهم هاد السيده خانتني. هي كيفاش خانتك؟ هاد السيده عندها علاقه براجلي وحامله من راجلي. مجوجه به؟ مجوجه به، انا سمعت مجوجه به، واش عندهم كاريط ولا ما عندهمش؟ رجعوا المراه للمستشفى وهي تحت الملاحظه الطبيه، دخل عندها البوليس قال لها قولي انتيا الراجل هذيك اللي ديك السيده اللي داتك الحمام، راجلها شنو العلاقه عندك به؟ قالت لهم راجلي. ايوا راجلي حامله معاه، شحال معاه؟ طلع في 7 شهور. عمرك خبرتي المراه؟ ما خبرتهاش. قال لي ما تخبريهاش ودار بيا الكاريط. وعلاش ما خبرتيهاش؟ كنتي تخبريها. ما نخبرهاش، انا بغيت حتى نولد ولدي،
نولد ولدي هو ديك الساعه يفرج الله ونقولها لها باش نحمي راسي. كيفاش عندك علاقه به؟ هو قلب عليا هاش كاين عاودت لهم كما عاودت لكم. الطبيب قال لهم هاد السيده خصها تبقى تحت الملاحظه الطبيه. بل قال لهم هاد السيده خصها تمشي السويسي كما تعرفوا الناس من الناحيه ديال الجهه ديال الرباط سلا القنيطره، والجهه ديالنا هنا السويسي راه معروف تيمشيو ليه من لي زوبيتو اللي تابعين ليه في المدار ديالو، تيمشيو للحالات اللي تتكون خايبه بزاف. نعم هاد السيده كانت خايبه بزاف لان اللحم ديالها تنفخ والجلده ديالها تحرقات وجهها وعنقها تحرق. وقال لي ما ودي الطبيب هذا غتبقى مستديمه، اي واخا نداويوها غادي طراس غادي يبقاو فيها غادي طراس في عنقها في هذا. تيقول لي الضابط اللي ضل فيها قال الحمد لله ما خلاتهمش يقربوا لوجهها او حنوا عليها ما قربوش لوجهها، داروا العنق وداروا هذه وداروا هذه. العيالات بجوج داروا لها الحنه هذه. لحمها طاب كانت تحرق بحال كبينا شي واحد مرقاطه ولا شي حاجه. يقد يداوى ولكن يبقى لها طراس، تيبقى الاثار داك الشيء. اي المراه تشوهت في يديها وتشوهت في رجليها تشوهت في صدرها تشوهت في عنقها تشوهت. كما قلت لكم الطبيب قال هذا تبرا ولكن ما يبقى فيها هذا الشيء هذا، خصها ديما دير ليكات ودير تغطي عنقها وداك الشيء وهذا اي عاهه مستديمه، ما نسميه في القانون عاهه مستديمه. اي عاهه مستديمه بحال شي واحد بقى في شي حاجه ديما، بحال شي واحد ضرب لي عيني تعورات، ضربوا لي واحد اليد تقطعات ولا ديالها هكا ما تخمناش مزيان، شي واحد مثلا تضرب في راسو ما بقاش تيتمشى مزيان، اي الضربه سبات لي في شي حاجه تقلي طول حياته. هاد السيده داروا لها فعل، داروا لها ديك الحنه داك الاثار ديال الحنه والاثار ديال المصيبه داروا لها غتبقى فيها طول حياتها. السيده عطفت قالت ايه سيدي انا تزوجت بهذا السيد، وقال لي هاد الهضره ما نسمعهاش ما تقولها لمرتي لا هذه لا ديك. المراه اعترفت، السلطه القضائيه في وقتها عندها فين تكذب، قالت لهم انا درت لكم بالاخبار هذه اللي معايا بريئه من هذا الشيء هذا، درتها لها درت لها راجلي بغيت ننتقم منها. ولكن هذه الماده هذه اللي درتي لها عرفتي بانها غدير لها هذا الشيء في الحما. قلت لهم انا كنت غندير لها في وجهها ولكن الوقت اللي كنا نديرو بداك الشيء بدينا تنزربو وما بغيتش نمشي لوجهها. انت مشي العقد وقال لا ما ديريش وجهي وخليتها ما درتش في وجهها. انا كنت غنديرها في وجهها، لقيتك صاحبتي تقول لي لا الوجه لا مثلا ما بغاوش الحنه دار في الوجه هما تيديروها ما بغاش ديرها لها وكاك ربي فلتها. الحكم تحكمت المعنيه بالامر ب10 سنوات سجنا نافذا. صاحبتها دوزت ديك الثمره ديال الاعتقال ديال النيابه العامه ديال قضيه التحقيق وعند الشرطه وخرجت. راجلها انا داك الشيء اللي خلال البحث مع قضيه التحقيق ضربوا بعام ديال الحبس. قال لي انت اللي مشيت تتزوج بالاخبار مراتك وحملتي السيده بالاخبار مراتك وديتي كارت بالاخبار مراتك وخدمت تلعب الطح حراميه تدي مده و7 شهور في كرشه وانت ساكت تتلا انت اش تدير وما يعطيو عام. ما عرفتش نفصل في القانون، انا ماشي قاضي او انا محامي نعرف القانون اللي هما اجتهدوا باش طبقوا عليه، ملي اجتهدوا عليه وعطاوه سنه ديال السجن. هذيك عطاوه 10 سنين ديال السجن. وديك السيده بقات كيما حالتها. الناس اللي تعرفوها تيقول ديما العنق مغطي وديما يدين مغطين ولا تدير الخمار ولا تدير داكشي هذاك وتولد داك الوليد. وما عرفتش انا من بعد واش هذاك لما خرج من الحبس من داك العام واش رجع عليها ولا لا، ولكن مرته مشات ب10 سنين ديال السجن. شوف كيفاش بدات دارت وشوف كيفاش كملت. شوف شنقولوا هنايا، نقولوا قلت الصراحه ما بين الزوجين. الراجل ما كان صريح باش يقول لمراته اش كاين ولا اش كاين، هادشي اللي عطا الله انا تزوجت اش غنقول لك انا. وعنده ميسور عنده فلوس وكانت مرات تقول لها سيدي السي الله يعاونك انت وياه كما تيديروا العيالات. وكانت مثلا تغوت معاه تدخل مع القانون لا انا ما بغيتش نمشيو للمخزن ما نمشيو للمخزن كذا 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 ونطلب الطلاق ديالي. كانت صالحه هذيك تمشي عندها قول قبل وتلقى المصيبه تمشي عندها تقول لها ما خبرتينيش وكذا وطاطا وعلاش وهذا. علاش بغات تاخذ هي الحكم غديروا راسها، دارت قاضي وجلاد كما تيقولوا وسجان وكل شيء دارته هي راسها باش تنوض تنطلق من راسها. وشنو ظنت هي بان من غدير لها الحنه غيبقى لها داك الشيء وكون درت لها وجهها كون مشات 30 عام ولا مؤبد
ايوا شنو زعما اش كانت تظن غندير لها هادشي ننتقم منها ومن بعد ما فكرتش ومن بعد. بزاف المجرمين ما تيفكروش لهاد ومن بعد، تيفكر يدخل لواحد الدار يسرقها ونقص وندوز من تما، ولكن ما تيقولش ولا تشديت. شحال من واحد غادي في الزنقه تيضرب الجيب ما تيقولش ولا تشديت، غنمشي غندبر على راسي.